هنعمل مع بعض النهارده مربى الفراولة، هنعرف كل التفاصيل في الفيديو عن مربى الفراولة وازاي تطلع معاكي بالجمال مع بعض، طريقة حفظها عشان لو انت عاملة كمية وعاوزة تعينيها لرمضان. وانا مطولش عليكم، يلا نبدأ نشوف عملنا ازاي. قبل ما نبدأ نسمي بالله ونصلي على حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد. واول حاجة عشان نعمل مربى الفراولة طبعا هتجيبي كمية الفراولة المناسبة او اللي انت حابة تعمليه، وتجيبيها تحوشي الوردة الخضراء اللي بتبقى هنا وتشطفيها. بتحوشيها الاول وتشطفيها عشان بيبقى فيها رمل وعشان تنضفيها كويس بالشكل ده كده. اقطعها معاكم بسم الله. طبعا انت بتقطعها التقطيع اللي انت حباه وعلى حسب حجم الفراوله عندك. يعني الفراوليه دي كبيره، هقطع النص كده على 6 مكعبات صغيره كده بالشكل ده. هي فراوليه صغيره زي دي هقطعها بس على 4 كده. كده زي ما احنا شايفين. نخلص التقطيع كله بنفس الشكل نرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. كده خلاص بعد ما خلصت تقطيع الفراوله وكميه الفراوله اللي كانت معايا 2 كيلو. دلوقتي هنضيف لها السكر على حسب ما انت بتحبيه عشان تطلع معاكي سكرها نفس سكر المربى الجاهزه. هتحط لها نص كيلو من السكر، ولو انت حباها تبقى مظبوطه هتحط لها 400 جرام، ولو انت حباها اقل عندك مشكله في السكر زياده او ما بتحبيش الحاجه سكرها زياده هتضيفي من 300 ل 350 جرام من السكر. والسكر زي ما قلنا انت بتعملي حاجه في البيت فهتظبطي نسبه السكر اللي انت بتحبيها. وانا هنا معايا زي ما قلت 2 كيلو من الفراوله هضيف لهم بسم الله الرحمن الرحيم 800 جرام من السكر. انت لو ما عندكيش ميزان كوبايه الشاي العاديه 200 جرام هتعبي منها 4 كوبايات. وهنغلف كده الفراوله بالسكر كويس. اهم حاجه ان انت تغلفي الفراوله بالسكر. وكده خلاص بعد ما غلفت الفراوله بالسكر قفلتها باسترتش بالشكل ده واحطها في التلاجة ليله كامله. ممكن تسيبيها انت 3 4 ساعات، يفضل طبعا ليله كامله عشان تنزل ميتها. واحنا شايفين كده شكلها. وانا اسيبها ليله كامله. دلوقتي معايا الفراوله انا سبتها في التلاجة ليله كامله معانا بالشكل ده بتنزل ميتها كده. وفي الحله اللي هنسوي فيها نحط فيها الفراوله واي سكر مترص في ارضيه البوله هننزله كده. بعد ما حطيت الفراوله مش هعمل فيها اي حاجه، هشيلها زي ما هي كده احطها على النار. لما رفعت الفراوله على النار مش هقلبها ولا هاجي ولا هعمل فيها اي حاجه. في الوقت ده سايباها زي ما هي ونرجع النار في الاول كده. اول ما حطيتها عاليه عادي. وهنا كده معايا الفراوله اول ما غليت بالشكل ده هديت النار خليتها وسط وابتدي اشيل الريم اللي ظهر على الوش بالشكل ده. اهم حاجه في المربات ان انت تشيلي الريم، لان الريم لو سبتيه بيفسد معاكي المربى بسرعه. وانا ما ضفتش للفراوله اي حاجه لحد دلوقتي. زمان حطها كده من بالليل ما حطيتش عليها غير السكر. شيل الريم بالشكل ده، اي ريم هيظهر هشيله. نرجع نشوفها مع بعض ان شاء الله. والريم بدأ يقل بس انا مستمريه في اي شيله ريم تظهر اشيلها بالشكل ده. اهم حاجه الحاجه اللي بستعملها في المربى تكون ناشفه تماما. في الوقت ده هضيف عصير ليمونه كبيره او ليمونتين وسط بسم الله. والنار قبل ما اضيف الليمون كانت النار وسط. في الوقت ده هدي النار اخليها نار زي النار ترديد الرز كده. ويبقى انا كده ما ضفتش اي حاجه للمربى معايا غير عصير ليمون. في ناس بتحب تضيف كيس من جيلي الفراوله بس انا ما بفضلهوش. هنا انا عامله حاجه في البيت مش هحط لها مواد صناعيه. انا عامله حاجه في البيت هعملها زي ما هي. واللون الفراوله طلع معاكي مش احمر وحابه تضيفي نقطتين من اللون الاحمر الصناعي ضيفيه، بس زي الجيلي كده انا ما بحبش اضيف اي حاجه. انا عملتها زي ما هي، ضفت لها بس السكر وعصير الليمون واسيبها كده على نار هاديه لحد ما تستوي. وهي الوقت ملهاش وقت محدد، على حسب الفراوله اللي عندك والكميه اللي انت عاملاها دي بيحدد الوقت. ونرجع نشوفها مع بعض واعرفك ازاي تعرفي ان هي كده خلاص استوت. وانا معايا في الوقت ده البرطمانات اللي هعبي فيها المربى غسلتها كويس وحطيتها في الفرن كده عشان اعقم. هسيبها في الفرن حوالي 10 دقايق وبطفي عنها واسيبها. نرجع نعبي فيها مع بعض ان شاء الله. وهنا معانا مربى الفراوله بعد ما حطيت لها عصير الليمون بحوالي 10 دقايق. هنشوفها كده مع بعض. هي لسه مستوتش بس انا هعرفك ازاي تعرفي ان هي استوت او ما استوتش. في الوقت ده خدت معلقه كده في طبق وهعمل فيها خط. وعملت فيها خط، الخط رجع لبعضه بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. انما بتستوى تعملي خط الخط ما بيرجعش لبعض. نرجع نشوفها ان شاء الله بعد ما تستوي. انا بعرفك الفرق بين ان هي استوت او ما استوتش. في الوقت ده انت لو عاوزاها بيور خالص مش عاوزه يبقى فيها قطع هتديها ضربه بالهاند بلندر او ممكن تشيليها عن النار تسيبها تهدى 5 دقايق وتضربها في الخلاط وترجعها تاني على النار وتكمل سوا. لانك انت لو استنيت ان هي تستوي خالص وضربتها بالهاند بلندر او في الخلاط لازم هترجعها تاني على النار، لان الخلاط او الهاند بلندر ممكن يبقى مطرح ميه فهتبوظ معاكي المربى بسرعه فترجعها تاني على النار. ففي الوقت ده انت لو عاوزاها بيور هتعملي الخطوه اللي احنا قلنا عليها،
انما انا مش عاوزاه بيور، انا عاوزاه يبقى فيها قطع بالشكل ده. وهنا كده معانا المربى، بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد منها شويه على المعلقه ونعمل فيها خط بالشكل ده كده، نعرف معانا ان هي استوت، ما رجعتش لبعضها زي اللي احنا شفناه مع بعض. الاول هحط لها كيسين من الفانيليا. خلاص انا كده طفيت على المربى واسيبها تهدى حوالي 10 دقايق ونعبيها مع بعض ان شاء الله. شايفين ما شاء الله قوام المربى، احلى مربى ممكن تعمليها في البيت. والفراوله الايام دي سعرها معقول، ممكن تعمليها من تجهيزات رمضان. وانت لو تعملي كميه وتعينيها، الافضل ان انت تعملي برطمان وتحطيه عادي في التلاجة، وبقيه الكميه تعمليها في اكياس وتحطها في الفريزر، وكل ما البرطمان يخلص تطلعي كيس وتفضيه في قلب البرطمان وتستعمليها عادي خالص. بس اهم حاجه المعلقه اللي هتاخدي بيها تكون معلقه ناشفه. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لنا متابعه وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.